اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين لقناتنا قناه فور يو من اجلك، وفيديو جديد معانا النهارده في مجال الشروحات. وفي ناس كتير قوي بتبعت لي بتقول لي اعمل ايه في وصله الشحن اللي بتبوظ مني، او عشان ما تبوظش مني اعمل ايه الحل؟ كلنا عارفين ان وصله الشحن الاصليه هي افضل وصله ممكن تشتغل بيها على تليفونك، ممكن تحافظ لك على سكة الشحن بتاع التليفون، وهي اسرع وصله بتشحن التليفون بتاعك بسرعه. فالوصله دي لما تبوظ بنضطر ان احنا نكون محتاجين نصلحها، او ان احنا بنضطر نشتري وصله تانية وما بتبقاش بنفس الكفاءه والجوده بتاعه الوصله الاصليه. عندنا مثال للمشكله دي معانا. دي وصله شحن اصليه كانت جايه مع التليفون. شوفوا اللي حصل فيها. طبعا وصله الشحن دي لو فضلنا شغالين بيها كده كمان شويه هتفصل. هي لحد دلوقتي شغاله بتشحن، لكن طبعا وارد ان السلك ده يتقطع، تبوظ في اي لحظه. ودي اسرع وصله تقدر تشحن بيها التليفون بتاعك لانها الوصله الاصليه. نعمل ايه عشان خاطر نصلحها، او نعدلها او نظبطها بحيث انها تفضل شغاله معانا اطول فتره ممكنه؟ هقول لكم دلوقتي. هنحتاج معانا شكرتون. الشكرتون ده اللي هو اللزق بتاع الكهرباء. هنحتاج مقص. هنحتاج ولاعه معانا. وبنروح للراجل بتاع ادوات الكهرباء اللي بنشتري من عنده السلوك والمفاتيح والعدد والكلام ده. نسأله على حاجة اسمها شراك. الشراك ده بيبقى له مقاسات وأحجام. ده شكل منه بنعوزه برضه تفصيلات هشرحها لكم. وده شكل تاني منه. طبعا ده ليه سمك أو مقاس، وده ليه مقاس تاني حسب الاستخدام بتاعنا. بس طبعا أنا لقيت إن مع الوصلة دي مش هعرف أستخدم ده، مش هيخش معايا، فأنا هشتغل على ده زي ما انتم شايفين. نعمل ايه دلوقتي؟ زي ما احنا عارفين ان ده المساحه بتاعته كبيره، هيبقى كبير على الوصله بتاعتي. فانا اعمل ايه؟ اعوض المسافه دي بايه؟ بالشكرتون. دي كده لازم نبطنها كويس ونقفلها كويس عشان تشتغل معايا. فالكلام ده هيكون عن طريق الشكرتون. بنطلع الشكرتون كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، ونحاول نشده كويس ونقفل الفراغات كويس عشان نحافظ على السلك اللي جوه سليم. نركز في المرحله دي كويس عشان ما نقطعش السلك، وبدل ما نصلح نبوظ. ونخلي بالنا من الحته اللي في الاخر دي، عشان في الغالب دي اللي عليها الهلك والقطع والكلام ده كله. اخرنا عند الفيصل ده، هنلف عنده وهنرجع تاني. هنلف شويه كده كتار. احنا بنحاول نملى المسافه عشان الشراك بتاعنا كبير، وانا ما لقيتش مقاس وسط. ناخدها بقى رايح جاي. بعد ما لفيت عليها اول لفتين، الشكرتون نفسه هيخليها تبقى جامده معايا.
انا ده كله بمنى المسافة للشراك. في نفس الوقت اللزق ده بلاقيه نشف معايا السلك تنشيفة محترم. كده احنا، طب واحد يقول لي ما انا عملتها بشكرتون اهو، ما الدنيا كده زي الفل، ما كده تمام. لا، الشكرتون ده بيفك مع الشغل، بيفك. هتشوفوا اللي هنعمله في الشراك دلوقتي. نجيب الشراك، ناخد المقاس بتاعنا، بنحطه على الطرف هنا كده قدام، وبنقيسه لحد اخر الشكرتون. هنقص على كده، ده المقاس بتاعنا اللي احنا خدناه. نفتح الشراك ونعديه كده. نسيب حته كده صغيره، ونبتدي بقى بالولاعه. هنشممها النار، لان احنا لو تقلنا عليها في النار هتولع تنحرق. عايزين نشممها النار. هنلاقي الشراك ده عمال بيكش معانا، بيلم وبيمسك على الوصله بتاعتي. زي ما انتم شايفين، كل ما نولع عليه بيلم على الوصله. شايفين على وصله الشحن لم ازاي؟ فاضل نكمله بقى على باقي الايه. نفضل رايحين جايين كده، ما نثبتش عليه عشان ما يتحرقش مننا. بنكمل بقى بنولع كده زي ما حضراتكم شايفين كده. هي سيحت هنا كويس. هنكمل بقى على الكلام ده. والحته اللي فاضله دي بقى بنعيد عليها بالشكرتون كده. وكده احنا خلصنا زي ما انتم شايفين. خلصنا اول وصله في الجنب ده كده. يتبقى بس نعيد على دي كمان، نعملها هي كمان عشان نبقى قفلنا الوصله من الجنبين. وكده الوصله معاك طول الحياه شغاله معاك، لان انت حميت اكتر جزء بيتقطع فيها ويبوظ، الجزء اللي عند السوكت من الجنب ده واللي عند السوكت من الجنب ده. الاتنين دول كده انت ظبطتهم وصلحتهم وخليتهم شغالين زي الفل. مستحيل ابدا الوصله تبوظ منك الا اذا السلك اتقطع من النص، او اذا السوكت من هنا باظ ما عادش بيوصل معاك. طول ما السوكت ده سليم هتلاقي الوصله شغاله معاك زي الفل. وكده احنا عالجنا الوصله وظبطناها وصلحناها وخليناها تشتغل معاك مدى الحياه
وتبقى عمرها اطول معاك سنة واتنين وتلاتة وعشرة، بدال ما تجيب الوصلة الاصلية وتبوظ منك بسرعة وتضطر تشتري وصلة تانية. ممكن الوصلة التانية دي تبوظ لك تليفونك، تبوظ لك السوكت، تضطر تفك التليفون وتصلحه بسبب وصلة، عشان الوصلة دي مش اصلية او الماتيريال بتاعتها او الخامة بتاعتها مش كويسة، وكمان بتبقى بطيئة في الشحن. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا منه. في انتظار دعمكم لينا يا جماعة. اشتركوا في القناة، فعلوا جرس الاشعارات، اكتبوا لنا تعليق، اعملوا لنا لايك على الفيديو، شيروا الفيديو يا جماعة لكل اصحابكم عشان يستفيدوا منه.